الأسعار في تغير مستمر لليوم وحتى هذه اللحظة. فقد وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.83 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع. والدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند الشراء 152.74 جنيه للبيع و 153.81 جنيه للشراء. أما بالنسبة للدينار الكويتي في بنك مصر 153.55 جنيه للشراء و 153.81 جنيه للبيع. الدينار الكويتي في بنك القاهرة 152.88 جنيه للشراء و 153.81 جنيه للبيع. بالنسبة للريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12 جنيه فاصل 55 للشراء و 12.58 جنيه للبيع. في بنك مصر 12.55 جنيه للشراء و 12.58 جنيه للبيع. في بنك القاهرة 12.55 جنيه للشراء و 12.58 جنيه للبيع. بالنسبة لليورو اليوم في البنوك المصرية في البنك الأهلي المصري 50.92 جنيه للشراء و 51.25 جنيه للبيع. في بنك مصر 50.92 جنيه للشراء و 51.25 جنيه للبيع. في بنك القاهرة 50.92 جنيه للشراء و 51.23 جنيه للبيع. بالنسبة للدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع. بالنسبة للدولار في البنك مصر 47.20 للشراء و 47.10 للبيع. في بنك القاهرة 47.10 للشراء و 47.10 للبيع. ونكمل معكم أيضا توقعات بتراجع الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، وخبير اقتصادي يوضح الأسباب. توقع الخبير الاقتصادي المصري بلال شعيب تراجع أسعار الدولار في البلاد خلال الفترات المقبلة، مؤكدا أن الدولة تركز جهدها لدعم الجنيه المصري. واستند شعيب في توقعاته إلى توافر العملة الأجنبية في خزائن البنك المركزي واستمرار توافرها في السوق بشكل كبير، وهو بدوره ما يعزز الاستقرار النقدي ويحسن قيمة الجنيه المصري. وقال شعيب في تصريح صحفي إن جهود الدولة تركز بشكل كبير على زيادة حجم الإنتاج المحلي لدعم الجنيه المصري. وأوضح أن تعزيز الصادرات وفتح الأسواق الإفريقية هي وسيلة فعالة لتحقيق الهدف، حيث يمكن لزيادة الصادرات إلى تلك الأسواق أن تعزز العمالة المصرية وتدعم الاقتصاد المحلي. وفي هذا السياق أكد الخبير أهمية توفير التسهيلات والدعم المادي للمصدرين بهدف زيادة حجم الصادرات إلى دول العالم، وخاصة الأسواق الإفريقية والتي تمثل فرصا استثمارية كبيرة للاقتصاد المصري. وأضاف أن تعزيز اقتصاد البلاد يتطلب زيادة حجم الصادرات وفتح الأسواق الإفريقية لتحقيق الهدف، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية الحديثة والاتفاقات الدولية كمشروع تطوير رأس الحكمة والاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي ساهمت بشكل كبير في تعزيز اقتصاد الدولة وتحقيق توازنه. وختم شعيب بتأكيده أهمية اتباع السياسات الاقتصادية التي تدعم الإنتاج المحلي وتعزز الصادرات والاستفادة القصوى من التمويلات الدولية لتحقيق التوازن الاقتصادي. وأيضا في هذه الأثناء قال كبير الاقتصاديين ومحللين استراتيجيات السوق بشركة كايرو كابيتال سيكوريتيز هاني جنينة إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيرتفع بنهاية العام الجاري إلى مستويات 49 حتى 50 جنيه.